وهنكمل معاكم تجهيزاتنا للمدارس ان شاء الله. هنعمل النهارده مقلمتين يا رب يعجبوكم. استخدمت في المقلمه بتاعتنا النهارده قماش انتريه، طبعا دي بواقي قماش تقدري ان انت تجيبيها من عند اي منجد انتريهات وبدون اي تكلفه خالص، لان هو كده كده مش بيحتاجها القطع الرفيعه ديت. ابتديت ان انا اجيب دي قطعه مقاسها 25 سنتي في 60 سنتي وتنيتها بالطول كده، وهبتدي ان انا الزقها كده من النص. هبدأ ان انا استخدم طبعا الشمع هنا. فكرة المقلمة النهاردة سهلة وبسيطة جدا، بس النتيجة ان شاء الله هتعجبك في الاخر. تقدري تستخدمي طبعا اي نوع قماش برضو متوفر عندك، يعني مش هنقف على حاجة معينة، بس طبعا ما كل ما القماش يبقى تقيل وسميك النتيجة هتبقى افضل. طبعا انا هنا كده خلصت اهو. هبدأ ان انا اتني الطرف اللي هنا ده، بس قبل ما اتنيه هبتدي ان انا اجيب قطعة خيط كده من خيط المكرمية. هبتدي ان انا اتني كأني بنضف كده او بتني الطرف بتاعها، وقبل ما اقفل بقى هبتدي ان انا احط كده قطعة الخيط اللي انا عملتها دي، وابتدي ان انا اقفل الجزء ده كله من تحت. طبعا دي هتبقى القفلة بتاعة المقلمة بتاعتي. طبعا انتوا مش شايفينها دلوقتي، لسه ملامح المقلمة ما ظهرتش. هبدأ بس ان انا اثبتها كده، وبعد كده هبتدي ان انا اضغط كويس عشان اتأكد ان هي ثبتت، واكمل كل الجزء ده. هي دي بس الناحية اللي هتبقى مقفولة عندي، الناحية التانية هتبقى مفتوحة، وبرضه هتنيها كده اسجفها كده برضه من تحت زي ما عملت بنفس الخطوات دي. اهو انا كده ثبتها كده كويس، واتاكد بس ان الشمع معايا نشف وثبت. وما تقلقوش، الشمع هنا مع القماش بيبقى ثابت جدا زي الخياطه ويمكن اجمل كمان. ادي الناحيه التانية اهي كمان هبتدي ان انا برضو اتنيها كده. انا كده خلصت تقريبا المقلمه، فاضل حاجات بسيطه قوي ما خدتش مننا وقت خالص. هبتدي بقى ان انا اتنيها واسيب جزء كده حوالي 10 سنتي، ده القلاب بتاع المقلمه اهو زي ما انتوا كده وضحت. هبدا بقى ان انا اجيب من الجنبين هنا الشمع، وابتدي ان انا الزق الجنبين بخط رفيع قوي كده من الشمع. مش عايزه الشمع يبان معايا من بره عشان التقفيل بتاع المقلمه بتاعي يبقى نضيف. زي ما انتوا شايفين المقلمه كلها استخدمنا فيها بس الشمع اللاصق وقطعه قماش، يعني مش مكلفه خالص. وفي نفس الوقت اللي مش بيعرفوا يخيطوا يقدروا ان هم ينفذوها بكل سهوله لاولادهم. وهتوفر معاكي كتير ان انت تشتري مقلمه جاهزه. طبعا اسعار المقالم دلوقتي بقت غاليه جدا، وفي نفس الوقت دي حاجه متينه وهتعيش معاهم فتره طويله. وكمان هتشوفوا كميه الاقلام اللي هي هتاخدها، هتاخد كميه اقلام هايله جدا. هبدا بقى انا ثبت كده الشمع اهو من اليمتين كده. المقلمه جهزت معايا بقى فيها جيبين وده القلاب اهو. هبدا بس ان انا اجيب خرز خشب كده اللي هو الكبير، وهبتدي ان انا اثبتها هنا. وطبعا تقدري تثبتيها كمان هنا برضو بدل الشمع تقدري تثبتيها بالخيط، بس انا هنا استكفيت ان انا اثبتها بالشمع بس لان لقيتها ثبتت معايا كويس كده. مش فاضل غير ان انا اجملها من بره او ازينها، وتقدري تسيبيها كده برضو لو حابه ان انت تعمليها برضو الولد او حاجه، لكن انا هنا هخليها كده تبقى بناتي شويه. جبت برضو قطعه قماش تانية بقى اهي زي ما انتم شايفين، دي قصاقيس اهي استخدمتها وعملت 3 قلوب كده باحجام مختلفه، وهبتدي ان انا الزقهم فوق بعض كده بالشمع برضو. يبقى انا كده بستخدم الشمع معايا في كل المقلمه، وفي نفس الوقت انا مش مكلفه نفسي اي حاجه، كلها من بواقي قماش وقصاقيس قماش. تقدري ان انت تعملي بيها حاجه قيمه جدا وهتعجب ولادك جدا في الاخر. وطبعا تقدري تختاري الشكل اللي انت عايزاه. لو مش عايزه قلوب وعايزاها تبقى لولاد او حاجه تقدري تحطي اي شكل انت عايزاه. انا هنا جبت شريط تزيين بس احطه على الحرف هنا. تقدري طبعا تستخدمي برضو اي شريط تزيين متوفر عندك. انا هاخد بس جزء صغير كده احطه على القلاب هنا، وهبدأ برضو ان انا اثبته بالشمع كده. وهتبقى كده مش فاضل غير ان انا هحط برضو حاجة على القلاب من فوق عشان تبقى كده المقلمة خلصت معايا خالص. اقص بس كده الزيادة، واتأكد برضو بالولاعة كده، احاول اي اطراف ان انا اعملها بالولاعة. وهبتدي بقى ان انا اجيب كده قلب كبير هحطه هنا فوق من نفس القماش اللي انا استخدمته تحت، وهبتدي برضو ان انا اثبت القلب ده كده بالشمع. وبرضو بعد ما اثبت كده القلب هنا هبتدي ان انا اجيب قطع لولي او شريط لولي، اي لولي هنزين بيه بس القلوب اللي تحت كده او القلب ده كمان. هبتدي ان انا احط كده قطعة في كل قلب من عند منتصف القلب كده. طبعا تقدروا طبعا تستخدموها كمقلمة، وممكن تبقى شنطة ميك اب او اي منظم او اي حاجة بتشيلي فيها اوراق مهمة او اي حاجة. طبعا ليها استخدامات كتير، بس هي طبعا احنا عاملينها النهاردة كمقلمة، وهنحط فيها الاقلام وهنشوف انها هتاخد كمية كبيرة جدا من الاقلام. يا ريت بقى لو شفتوا اول مرة تشوفوا قناتي وعجبتكم الفكرة اللي انا قدمتها النهاردة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. زي ما انتم شايفين اهو بحط في الجيبين الاقلام اهو
فكرة جميلة وبسيطة وما خدتش وقت خالص، اتمنى تنفذوها وتقولي رأيكم في التعليقات. ويلا بينا نشوف بقى المقلمة التانية اللي هنعملها، وهنعملها برضو بنفس الخامة دي، يعني بنفس قطعة القماش هقدر ان انا اعمل مقلمتين. هبدأ اجيب قطعة قماش طولها حوالي 20 سنتي في 20 سنتي، وهجيب هنا دي علبة تونة. شلت كده منها الورقة، وهبتدي ان انا اجيب قطعة دائرية اكبر منها بسنتي، وهبتدي ان انا اقص كده الاطرف عشان اقدر ان انا الزقها على القاعدة من تحت. طبعا الفكرة سهلة بقى بتاعت المقلمة دي، برضو مش هتاخد منك وقت خالص خالص، هتنفذيها بسرعة والنتيجة هتعجبك جدا برضو. هبدأ ان انا كده اجيب بقى الشمع، وهبتدي ان انا اثبت قطعة القماش من تحت كده في علبة التونة. هحط كمية شمع كده كويسة جدا، وهبتدي ان انا اضغط عشان اتأكد ان هي ثبتت. وهبدأ بقى ان انا اجيب الاطرف، طبعا انا بقص القماش كده علشان ياخد معايا الدوران بتاع العلبة. ابدأ ان انا اغطي كل العلبة من تحت كده. طبعا علب التونة متوفرة طبعا عندنا، تقدري ان انت لما تجيبي العلب التونة تشيليها لان هيبقى ليها استخدامات كتير قوي معانا في شغلنا. هنعمل بقى النهاردة منها مقلمة شكلها جديد ومختلفة. هبدأ كده ان انا ثبت كده القطعة من تحت. هبدأ ان انا اجيب قطعة القماش المربعة اللي انا قصيتها، وهبدأ ان انا احط شمع كده على الطرف من تحت، وابدأ ان انا اثبت القماش. طبعا ميزة القماش اللي انا مستخدماه ده انه مش بينسل، يعني مش محتاج ان انا اتنيه، لا هو كده مش هيجراله اي حاجة الطرف بتاعه. تقدري تستخدمي برضو في الفكرة دي اي نوع قماش متوفر عندك، بس اهم حاجة في الفكرة دي ان القماش يبقى متماسك تقيل يعني، لان ما ينفعش استخدم في الفكرة دي قماش خفيف خالص. هبدأ بقى كده ان انا اقفل كل المقلمة بتاعتي. هبدأ بقى كده ان انا اثبت الاطرف على بعضها، وهبتدي ان انا الزق الاطرف اللي باقيه كلها كده برضو بالشمع. يبقى كده انا قفلت الجزء ده كده كله. دي كده مقلمة هتبقى واقفة، يعني هتقدري ان انت توقفيها كده، مش هتبقى مقلمة زي المقلمة اللي انا عملتها التانية. يعني ممكن توقفيها على المكتب وانت شغالة وفيها الاقلام، هتشوفيها في الاخر ان شاء الله تعجبك. هبدأ بقى ان انا كده احدد الاماكن، هبتدي ان انا اعمل اخرام في الجزء ده ثقوب كده. هبدأ بقى ان انا احدد بالقلم، علشان بعد كده انا هستخدم المقص في ان انا اعمل الثقوب دي. اهي زي ما انتم شايفينها كده، هبتدي ان انا اتني واقصها زي سمبوكسات كده، وهبتدي ان انا اجيب خيط مكرمية، وهبدأ ان انا ادككه فيها علشان هتبقى دي القفلة اللي انا بقفل بيها المقلمة بتاعتي. طبعا تقدري برضو تستخدمي اي نوع خيط، المهم يبقى خيط سميك شوية علشان ده اللي هيبقى بقفل بيه دايما المقلمة. هبدأ بس كده احدد الطول اللي انا عايزاه للربطة اللي انا هربطها كده، وهبتدي ان انا اقعد من تحت واسبق بس الطرف كده بالولاعة لازما، علشان في خيط المكرمية معروف ان هو بيفك. وهبدأ ان انا اقعدها بس كده من تحت. هبدأ بقى انا اجيب دي قطعة شريط باقية عندي من ستارة، هبدأ ان انا اجيبها واقص منها شرشوبتين كده. انا هستخدم يعتبر هنا برضو هجملها بالشريط ده اللي هو الفرنشة دي. هبدأ كده ان انا اثبت الجزء ده كده بالشمع عشان يثبت معايا اللولي اللي بتبقى جوه الشرشوبة، وهبتدي ان انا اثبتها في الطرف بتاع الرابطة دي. زي ما انتم شايفينها كده هتثبت معايا، وكمان هعمل لها خطوة كمان تاني علشان اضمن انها ثابتة وما تفكش. دي كده هتبقى معايا. انا ما عملتش الشرشوبة، شرشوبة جاهزة عندك، اي قطعة فرنشة متوفرة عندك من ستارة تقدري ان انت تستخدميها في الفكرة بتاعتنا دي. ما اشتريتش حاجة، كلها حاجات متوفرة وموجودة. هبدأ بقى كده حتى لو كنت ستارة قديمة يعني. هبدأ بقى كده ان انا اثبت بقى هنا، هجيب خيط كده من نفس خيط المكرمية رفيع، وهبدأ ان انا اربط بس كده، وهبدأ ان انا الف على الجزء اللي انا لزقته في بعضه ده هيثبت معايا عشان اضمن ان هي ما تفكش، لان طبعا انا لزقهم في بعض بس بالشمع. هلف كده منها شوية، ده طبعا جزء رفيع من خيط المكرمية عشان يبقى نفس اللون. هبدأ كده ان انا الف شوية عليها واثبت بالشمع، يبقى انا كده ضمنت ان الرباط ده ثبت معايا عشان استخدامه ما يفكش مع الولاد بعد كده وهما بيستخدموا المقلمة. وزي ما انتم شايفين فكرة المقلمة دي ما خدتش اي حاجة، وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص، كلها من بواقي حاجات موجودة عندنا في البيت. يعني شريط الفرنشة ده بيبقى ممكن متوفر عندك في ستارة قديمة، او باقي من قطعة ستارة كنت عاملاها. اهي انا كده خلصت الرباطين، وهبتدي ان انا اجيب برضو نفس شريط الفرنشة ده اشيل منه بقية الشرشوبات اللي فيه تحت كده، وهبدأ ان انا اخد الجزء العريض ده بس، لاني هزين بيه المقلمة كده من تحت، هيبقى متناسب مع الفرنشة اللي انا حطاها فوق. وفي نفس الوقت ابقى مش استخدمتش حاجه وما اشتريتش حاجه برضو من بره. هبتدي ان انا كده اثبته كده من عند القفله بتاعه القماش. هبدا ان انا احط كميه شمع كده كويسه، وهبدا ان انا اثبته من تحت كده، ويبقى كده خلصت معايا تزيين المقلمه. هيبقى فاضل بس خطوه، والخطوه دي وانا بعملها ما اتسجلتش، ان انا جبت شريط تزيين لونه ابيض حطيته فوق كده عند الطرف
اللي فوق اللي فيه الثقوب اللي انا كنت عاملاها للخيط دي هبدأ بس كده اثبت الطرف بتاع الشريط كده. وفي نفس الوقت كده انا خلصت كده التزيين اهو. هوريكم بقى ان انا وانا بحط الاقلام هتلاقوا الشريط اللي انا حطيته فوق بس ما جاش في التصوير اهو. هبدأ بقى ان انا كده احط الاقلام، هتلاقيها خدت كمية اقلام كبيرة برضو اهو زي ما انتم شايفينه ظهر اهو. وكده طبعا تقدري ان انت تزينيها باي حاجة برضو متوفرة عندك. لو عايزة تزينيها تاني على الجسم بتاعها باي قلوب او اي حاجة، عايزة اي شكل عايزة تحطيه ممكن تقدري ان انت تحطيه برضو. وادي كده معايا المقلمتين زي ما انتم شايفينهم، الاتنين عملتهم بنفس الخامة بقطعة قماش مش محتاجاها، واقدر ان انا استفاد بيها واعمل بيها مقلمتين شكلهم بسيط واستخداماتهم كتير زي ما انتم شايفين. ادي دي المقلمة دي اهي تقدري توقفيها على المكتب. اتمنى يكونوا الفكرتين عجبوكم ان شاء الله. يا ريت تسيبوا لي رايكم في التعليقات وما تنسوش اللايك لانه مهم جدا للفيديو. اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.